فشلت 12 مرة. انت متخيل هم كانوا هيطلبوا لي الشرطة من وقتها دي، وانا بصراحة قررت ان انا اتغير. 3 شهور كل ما اروح اطرد. زي ما انت شفت في عنوان الفيديو، انا النهارده جاي اقول لك انت ازاي كطالب في سنه اولى او في اي سنه دراسيه من كليه تمريض او معهد تمريض ازاي تشتغل في مستشفيات، وايه اللي انا عملته بالظبط، وايه اللي مشيت عليه من اول التدريب لحد ما حاليا شغال في 3 مستشفيات، الرابعه حرفيا انا برفض. فازاي توصل لده وانا عملت ايه وايه الطريق اللي انا مشيت عليه، ده كله انا هشرحه لك النهارده. وانا مش طالب منك غير حاجه واحده، ولا هقول لك اعمل لي لايك ولا هقول لك اعمل لي سبسكرايب، انت لو عجبك هتعمل لوحدك. بس انا طالب منك حاجه تانية، ان انت تكمل الفيديو من الاول للاخر، علشان بعدين بعد ما تسمع الفيديو تمشي على الخطوات اللي انا هقول عليها. انت تسمع الفيديو من الاول للاخر عشان تستفاد وتاخد الفايده كلها. انا واحد جاي اقول لك انقل خبرتي ليك المتواضعه، ان انا اعرفك الطريق، بدل ما انت تروح تلف وتسال ده وده وده يرفضك وده ينسى ما يعرفش ما يرد عليك وبتاع. لا، انا جاي اقول لك الخطه كامله وايه اللي انا عملته عشان اوصل للحاجه دي. اول حاجه، انا مش هعمل جو المونتاج في الفيديو ان انا ابهرك، لا انا هركز على القيمه، هركز على القيمه والفاليو اللي انا هديهولك في الفيديو. فارجوك كمل الفيديو للنهايه. طيب، اول حاجه عملتها وهي قررت داخليا ان انا اتغير. بمعنى ايه؟ بمعنى انا اخر فتره مرت عليا بصراحه، انا وصلت معايا لموضوع الانتحار. يعني حرفيا انا كنت هنتحر. بعد كده فقت، اللي هو قلت انت بتعمل ايه يعني انت؟ وبعدين طب وبعد ما تموت هتموت كافر، هتقول ايه ربنا؟ من وقتها دي وانا بصراحه قررت ان انا اتغير. اعمل ايه؟ لا، ابقى انسان تاني. فاول حاجه عملتها انا قلت انا عايز اشتغل واشغل نفسي بشغل معين بحيث ان هو ياخد كل وقتي. وقت الفراغ ده خلاص الغيه. رحت طبعا انا لا افقه شيء، والله العظيم انا وقتها كنت لا افقه شيء عن حاجه اسمها تمريض. انا اخري ان انا في الكليه بذاكر وما اعرفش ايه وبتاع، ولا ما اعرفش اي حاجه، ولا حتى ازاي اضرب حقنه، ولا ازاي اعلق محلول، ولا اي حاجه من ده كله. بدات اول حاجه بداتها ان انا انزل مستشفى الجامعه عشان طبعا اتدرب. طيب، نزلت مستشفى الجامعه. اول ما دخلت اول قسم بدأت بيه هو قسم الطوارئ. ركز واكتب ورايا، اول قسم نزلته هو قسم الطوارئ. وعايز اقول لك ان اول ما نزلت قسم الطوارئ لقيت حد كده اللي هو ايه، خد يا عم الحقنه دي. ما اعرفش حقنه ايه؟ طب هي الحقنه دي اصلا فيها ايه؟ ولا اديها لمين ولا بتاع؟ ما اعرفش. اول ما دخلت بس من الباب لقيت واحد مدينا حقنه. طب يا عم هعمل ايه بيها الحقنه دي؟ ولا دي اديها لمين؟ ولا ما بعرفش اصلا، ما بعرفش. واكتشفت ان في حقن يعني بيدوها اللي هو وريد، وانا ما اعرفش. يعني انا حتى العضل ما اعرفوش، فاللي هو انت هتقول لي وريد؟ المهم يا باشا ايه، دخلت تمام، مسكت الحقنه دي، رحت للمريض اللي عليه الحقنه، اللي انا هديله الحقنه. انا حرفيا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. فقعدت اللي هو ادور على وريد وما اعرفش ايه، وفشلت. ما معلش اول مره ومحدش قال لي تعملها ازاي، فشلت. رحت ناديت على التمريض الاساسي، تعالى انا فشلت ان انا اعمل كذا، اتفضل اعملها. عملها قدامي مره في 2 في 3. فشلت 12 مره. انتوا متخيلين الرقم؟ يعني والله العظيم يا جماعه انا الرقم محبط. يعني 12 مره افشل ان انا ادي حقنه. يعني ده بصراحه اللي هو انا وقتها اللي هو خلاص، انت المكان ده مش مكانك يا حبيبي. روح بقى ادخل لك اي مكان تاني يكون ما فيهوش اللي هو ايه، ارواح ناس ومسؤوليه. انت خلاص فشلت. يعني ايه تفشل 12 مره؟ قول لي يعني ايه تفشل 12 مره؟ والجلد زاد بقى وخنقه وما اعرفش ايه وبتاع. عايز اقول لك ان انا استمريت شهر على الموضوع ده. الشهر ده اللي انا استمريته ان انا اروح المستشفى، عايز اقول لك ان انا كنت اطرد كل يوم. هتقول لي ليه كنت تطرد؟ اقول لك يا باشا، اشراف التمريض ما كانش عايزني، لدرجه ان هم كانوا هيطلبوا لي الشرطه. انت متخيل؟ هم كانوا هيطلبوا لي الشرطه. اشراف التمريض مش قابل ان انا اكون هنا. وغير كده الجامعه بتاعتي، والله العظيم وانا مش خايف من الكلام اللي انا بقوله، بس والله العظيم انا في جامعه رديئه. جامعتي دي والله جامعه رديئه. هي ولا بتديك كارنيه تنزل بيه تدريب تتدرب زي امه لا اله الا الله، ولا بتساعدك في ان انت تاخد اي خطوه. يعني معلش، ما هو المستشفيات الجامعيه دي ليه يا جماعه؟ عشان انا كطالب تمريض وطالب طب وطالب علاج، والطلاب دي كلها تنزل فيها تتدرب، وفي نفس الوقت بعدين ياخدوا فيهم الامتياز. انا مش بقولك ان احنا نروح نريسك ونروح المكان ده ويسيبونا ويبقى فيه ريسك كبير وان احنا نتعامل مع المرضى، لا انا بقولك انهم يسمحوا لنا بالتدريب. وده في اي محافظه محترمه وفي اي جامعه محترمه بتخلي الطلاب بتوعها يروحوا يبصوا يكتشفوا يتفرجوا. تمام؟ لا احنا عندنا مفيش الكلام ده. فللاسف كنت مضطر ان انا اروح
بشكل غير قانوني، وده طبعا غلط. لكن انت لو في محافظة تانية تمام او في اي مكان تاني، اوعدك ان ده هيتم بكل سلاسة. ولو ما تمش في طرق تانية هقولك عليها ازاي تتدرب هناك. المهم الشهر ده قعدت اطرد، حرفيا قعدت اطرد، اللي هو كل ما اروح يطردوني بقى وما اعرفش ايه وبتاع، وانت ايه جابك هنا، ولو شفناك تاني هنا هنعمل لك محضر. استمريت على الوضع ده، كل ما اروح هناك اطرد. طيب ممكن اروح اقعد مثلا ربع ساعه، ساعه، ساعتين واطرد. طب انت يا ابني انت ما عندكش كرامه مثلا ولا ايه؟ انت ليه بتروح؟ هقول لك وانا عندي كرامه وكل حاجه، بس تخيل كده لو وقتها قلت يا ابني ده انت عندك كرامه وسيبك من المستشفى وروح بقى اي مكان تاني، طالما كده كده هم رافضينك وما تروحش. تخيل لو وقتها فكرت في موضوع الكرامه في ان انا اتعلم، ما كنتش بقيت في الوضع الحالي اللي انا فيه. تمام، انا بكلمك حاليا وانا اشتغلت مع اكتر من 3 مستشفيات. فانا عايز اقول لك لو وقتها استسلمت وقلت لا ده الموضوع على كرامتي ان انا اروح بقى واتعلم وبتاع، والله يا ابني ما كان زماني في الوضع الحالي اللي انا فيه. رحت الشهر ده كان اسوأ شهر في حياتي. الشهر اللي انا اخدت فيه الطوارئ كان اسوأ شهر في حياتي. كنت اروح اتدرب ساعة ساعتين اطرد، ملحق والله يا جماعة، ما كنت بلحق، ما كنتش بلحق حرفيا. فكان بصراحة أصعب حاجة قدامي. وتخيل أنت في بدايتك، كده رايح مستشفى بيطردوك، ومستشفى إيه؟ مستشفى الجامعة بتاعتك، يعني المفروض هي دي مكانك الأساسي أنت تتعلم فيه، لا بيطردوك. فاللي هو طب هعمل إيه يا جماعة؟ طب أنا لسه يعني عايز أتعلم. المهم الشهر ده عايز اقول لك ان انا بقيت بيرفكت في الطوارئ. اتعلمت طوارئ، قسم الطوارئ ده اتعلمته، اللي هو معاك من اول المحاليل والحقن والرسم القلب اعمله لوحدي، ما اعرفش ايه السي بي ار، ده كله بقيت انا بيرفكت فيه ومتعلمه. خلصت الاجازه، انا كده يعتبر ما اتعلمتش غير قسم الطوارئ. انا اصلا حاليا شغال في الاي سي يو، العنايه المركزه. فهقول لك بقى عملت ايه. رحت طبعا الاجازه بتاعتي خلصت، نزلت طبعا بلدي، رحت مستشفى في بلدي اتدربت فيها في قسم العنايه المركزه. اول ما دخلت المستشفى دي، اصعب مشرف قابلته في حياتي واكتر واحد ما اتمناش ان حد يقابله في حياته هو المشرف اللي انا كنت معاه في المستشفى دي. حرفيا كان في 3 مشرفين. في مشرفين منهم بصراحه يعني هم بيعاملوك اكتر من ان انت اخوهم، يعني لو اخوهم مش هيعاملوك كده. وفي مشرف واحد كان يرخم عليا وعلى زمايلي وعلى كله، فللاسف كنت اطرد. المستشفى التانية كنت اروح عشان اتعلم العنايه المركزه، ما انا خلاص اتعلمت بقى الطوارئ، مش هقعد بقى طول عمري في الطوارئ. رحت بقى عشان ايه؟ اتعلم عنايه مركزه عشان ابدا انزل. عايز اقول لك كنت اطرد، كان يطردني. كنت اروح الساعه 10، كنت انا وزميل ليا اسمه امام، كنا نروح انا وامام الساعه 10 كنا نطرد. ليه يا حبيبي بتطردنا؟ والله هو كده، احنا ما عندناش حد يتدرب بالليل. طب ماشي في النهار، لا في النهار انت هيجيلي في النهار انا هرخم عليك وهمشيك في وقت معين، وممكن لو في تفتيش او اي حاجه لا انا هبوظ الدنيا عليك. روح هات لي ورقه ان انت تتدرب. رحنا جبنا ورقه ان احنا نتدرب، نزلنا بيها المستشفى. طبعا رخم علينا كالعاده. المهم الموضوع ما تمش بكل سلاسه، ما تمش نهائي بكل سلاسه. يبقى انا كده في المستشفى الاولى اتطردت، اللي هي مستشفى الجامعه اللي انا اتدربت فيها في قسم الطوارئ، اتطردت. المستشفى الثانيه اللي انا رايح اتعلم فيها عنايه مركزه برضو اتطردت وبطرد. قعدت 3 شهور كل ما اروح اطرد، اقسم بالله اقسم بالله وانا بحلف وربنا هيحاسبني. انا كنت اروح المستشفى دي، كنت اروح هناك ادخل والله كنت اطرد من على البوابه. يعني كان ساعات بيقعد على البوابه، ما اعرفش ايه ليه بيقعد على البوابه، بس والله العظيم كنت اروح واطرد من على البوابه. انت متخيل؟ وقعدت مستمر وكافح وعافر وان انا اروح واتعلم. ليه بعمل كل ده؟ عشان اتعلم معلومه واحده بس، عشان بس اتعلم ازاي نركب النيزو جاستريك تيوب، ولا اعمل ايه في العنايه، ولا يعني ايه عنايه واجهزه عنايه. لحد ما قعدت 3 شهور على الوضع ده، ان انا اطرد واروح هناك اخطف لي ساعه في وقت يكون هو نايم فيه او استخبى منه. المهم ان انا قعدت على الوضع ده لمده 3 شهور، وانا اللي هو في اي وقت ممكن اطرد، في اي وقت ممكن يقول لي يلا مع السلامه، الا لو وقت بقى يوم. وبصراحه كنت فرحان جدا لما كنا اروح في يوم مثلا ما اكونش قاعد، ياه ده اللي هو انت انا في نعمه. قعدت اشتغلت في العنايه حوالي 3 شهور. طبعا مش اشتغلت اللي هو بفلوس، لا تدريب. اتدربت 3 شهور. بعد ال3 شهور من هنا كانت الانطلاقه. ايه هو اللي حصل بعد ال3 شهور؟ رحت يا باشا بعد ال3 شهور دول، اتعرفت طبعا على التمريض وبقوا زمايلي. التمريض اللي هو اساسي جوه المستشفى اللي هو بيدربني، وبقوا زمايلي وما اعرفش ايه. واتعرفت على مشرفين شغالين في مستشفيات خاصه. حلو. اتعرفت على مشرفين، ركز في النقطه دي كويس لان دي هنفتح قوسين كده ونحط الكلمه دي جواها. اتعرفت
اتعرفت، يعني كونت معارف. وعايز اقول لك ان انت لو ما كونتش معارف فخلاص انت اقفل الفيديو ده وما تكملش، انت لازم تكون معارف. تمام؟ لو انت بنت هتكوني معارف مع المشرفين البنات، لو انت ولد هتكون معارف مع المشرفين الولاد وتتعرف عليهم، سواء المشرفين او التمريض. مش لازم المشرفين، ممكن تتعرفي على واحده زميلتك او تتعرف على حد زميلك، هتلاقيه من تلقاء نفسه اول ما تلاقيك اشتغلت كويس وفي حد بيكلمه مثلا عايز تمريض في مكان، اول حد هيرشحك هو انت اللي هتترشح. طب انت يا عم محمد جاي تقول لنا بالفيديو بتاعك ده وقاعد ساعه ترغي ما اعرفش ايه عشان تقول لنا ان زميلي التمريض اللي انا اتعرف عليه اللي هو كان معايا في المستشفى شغال هستناه لما هو يجيب لي شغل؟ هقول لك لا. ما هقول لك على حاجه، ما هو انا هشرح لك بعدها ازاي انت تروح للمستشفيات وازاي تقدر ان المستشفيات دي تقبلك. يعني ايه اللي تعمله مثلا لما المستشفيات دي عشان هي تقبلك فانت مطلوب منك هقول لك 1 2 3. فانا مش معتمد اعتماد كلي، ولكن ده جزء. يعني انت لما تعرف عليهم هو ممكن يكون حد عايز تمريض فيجيبه لك، المشرف يكون شغال في عناية تانية فيروح مكلمك انت طبعا عليها، عناية تكون برايفت فتشتغل فيها. انا اشتغلت ازاي؟ انا اشتغلت 100% من المعارف اللي كونتها جوه العناية، 100% حرفيا. طب هل الاربع مستشفيات اشتغلتهم من الناس المعارف؟ هقول لك لا، في تاني انا حاجات انا عملتها وصلتني لمستشفيات تانية. فعشان كده بقول لك انت ما تحبطش، وانا هقول لك ازاي الطرق التانية اللي انت ممكن تشتغل بيها لو انت مثلا خلصت خلاص عناية. ما هو انت طالما خلاص اتعلمت عناية انت عايز تنجز. فبعد كده بعد ما اتدربت كويس واتعلمت كويس، اتعلمت بقى الفنت والسكشن ومعرفش ايه وبدائل الادويه والجو ده كله، وازاي اركب رايل والحاجات دي كلها اتعلمتها، وازاي اركب قسطره اقسطر لوحدي والحاجات دي كلها اتعلمتها. فعايز اقول لك ان انت هتتعلم بس الموضوع عايز صبر. انت شايف انا عديت بكم مرحله؟ انا رحت في مراحل الطرد، انا بقول لك اتطردت مرتين من مستشفيتين مختلفتين. فاللي هو انت لازم، انت مش هتطرد بس انا بقول لك قصتي عشان انت مهما يحصل لك انت مكمل. بعد ما هتكمل والله 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 هتوصل. وهتيجي على الفيديو ده هتكتب لي تحت شكرا ان انت نزلت الفيديو ده عشان قلت لي الطريق اللي انا امشي فيه. فعايز اقول لك ان انت تستمر وتستنى. بعد ما خلصت خلاص اشتغلت فين؟ في مستشفى برايفت. كده اشتغلت في اول مستشفى برايفت اشتغلت فيها حرفيا المستشفى دي طردتني لما رحت لها في الاول. يعني انا رحت لها في مره ما كنتش جاهز نهائيا، اتطردت. اللي هو انت جاي هنا تعمل ايه؟ اتطردت من المستشفى. انا رايح اشتغل فيها مش رايح اتدرب فيها، رايح اشتغل فيها اتطردت. طيب خلاص استنيت بقى فتره اروح بقى اجرب تاني. رحت لنفس المستشفى واتطردت للمره الثانيه. مرتين من مستشفى واحده اتطردت. عايز اقول لك ان انا رحت المستشفى للمره الثالثه واتقبلت عشان انا اشتغلت على نفسي زياده وسلكت مسار غير نفس المسار اللي سلكته في المره الاولانيه والمره الثانيه. في معادله كده كان قالها اينشتاين لما بيعرف الغباء. يعني ايه الغباء؟ يعني ان انت تعمل الحاجه كذا مره بطريقه معينه، تمام، وتستنى منها نتيجه مختلفه. يعني انا كنت الغبي انا كنت الشخص الغبي اللي هو رحت المستشفى مره واتطردت، ومشيت في نفس الطريق للمره الثانيه واتطردت، فرايحها للمره الثالثه بنفس الطريق. لا معلش انا غبي، فانا ما اعملش كده، لا انا اغير. يعني انا رحت للمستشفى بطريقه معينه، المره الجايه مش لازم نفس الطريقه، ما تغير يا عم. مره انت رحت لها على طول من دايركت كده من الاستقبال، لا مره تانية اكلم المشرف، مره تانية اكلم تواصل مع مدير المستشفى. عادي والله. لكن ما تروحش نفس الطريق تسلكه وانت تستنى نتيجه معينه، مش هتلاقي صدقني نتيجه معينه. لازم تغير، لو ما جاتش معاك طريقه تغير. بعد كده اتقابلت في المستشفى دي. اغلب التمريض حاليا هو شغال في كذا مستشفى، لان زي ما انت عارف طبعا في عجز فشغالين في اكتر من مستشفى. فتلاقيه مثلا بيكلمك بيقول لك ازيك يا محمد تنزل شفت مكاني؟ شفت مكانك فين؟ ده في المستشفى الفلانيه، انزل مكاني عشان انا النهارده مش فاضي. تمام؟ فتقعد انت تقول له تمام، لازم تقول له تمام وتقول له حاضر وتنزل الشفت مكانه. طب انت نزلت الشفت مكانه، انت اتعرفت على تمريض جديد ومشرفين، وركز تحت مشرفين. المشرفين دي هي حرفيا اخدت رقمك وخلاص، هي انت وقت ما هيكون في عجز في المكان هتتجاب على طول. فعايز اقول لك ان انت لازم تكون معارف برضو. واهم نقطة اللي احنا طولنا فيها شوية بس صدقني مهمة، وانا حبيت ان انا ادعم الموضوع ده بدليل لان انا بحكي لك كل اللي حصل معايا. عايز اقول لك ان الفيديو ده عبارة عن تجربة كاملة للي حصل معايا. انا بقول لك تجربة عملية، والله العظيم انا ما اتوقعش
او مش متخيل ان انت ممكن تمر بيها اصلا. يعني عايز اقول لك ان انت لا، مش هتمر بالتجربه دي، انت هتمر بتجربه احسن ان شاء الله، لان دي تجربه سيئه ما اتمناش لاي حد. ولو مريت بيها فانت عارف اللي هتعمله طبعا، وهو الاستمراريه يا صديقي، ان انت تستمر على الحاجه مره في الثانيه في الثالثه، مش عشان اتطردت تقول ده كرامتي وبتاع، لا انت هتدور على كرامتك وانت بتتعلم. معلش اركن، معلش انا اسف، اركن كده على جنب وما تكملش، انسحب من دلوقتي. موضوع ان انت تتعلم تسيب كرامتك كده، تسيبها على جنب في ان انت تاخد معلومه جديده وتروح اماكن وتروح تتعلم. مش المشرف ما عرفش طردك عشان انت بتتدرب، فتروح انت تقول والله العظيم انا زعلت وجيت على كرامتي فانا اروح اروح. طب ماشي، ما هو انت كده مش هتتعلم. عايز اقول لك ان محدش هيسندك ولا حد هيكون معاك، محدش ناوي يقول لك تعالى اعلمك، ولا حد هيقول لك ده تعالى ساعدنا في كذا وهنزلك. محدش هيساعدك، انت اللي هتساعد نفسك بنفسك. انسى حته ان حد يقول لك انا هساعدك، ان انت مفيش الكلام ده يا صديقي، انت اللي بتساعد نفسك بنفسك وانت اللي بتوصل. تمام. طيب بعد ما ضربت في المستشفيتين دول وخلاص انا اشتغلت في واحده واثنين وثلاثه، ده كان بالطريق اللي هو طريق المعارف. في طريق تاني، الطريق التاني ان انت تتواصل مع المشرفين وليس المستشفى. يعني ايه؟ يعني انا مثلا بدل ما اروح اتكلم مع المستشفى نفسها، ادخل من باب المستشفى واتواصل مع ريسبشن واكلمه لو عايزين تمريض وما اعرفش ايه. انا عملت كده مرتين فشلت المرتين. ليه؟ والله اقول لك بقى، احنا مش محتاجين تمريض. خد بقى لنا الابلكيشن، تاخد ابلكيشن قد كده اللي هو انت يعني الابلكيشن ده انت مش عارف اللي هو انت هتملاه ازاي. يعني ده بيقول لك ما اعرفش حط الخبرات. خبراتي اللي احطها، انا اصلا لسه طالب، هو جاي اللي هو اتعلم او ادور على شغل، فالخبرات اللي احطها. فعايز اقول لك ان الموضوع يعني موضوع سلس وبسيط بس بالراحه. فانت تتواصل لما تروح مستشفى معينه انت عينك عليها عايز تشتغل فيها، تواصل مع مشرفين التمريض، لان مين اللي بيبقى عارف العجز؟ معلش في الكلمه، بس اللي قاعد في الاستقبال تحت اللي بيستقبل المرضى هو ما يعرفش العنايه فوق محتاجه كام تمريض، ولا فيها عجز ولا ما فيهاش. فهو اصلا انت مش مهم بالنسبه له، انت مش مهم بالنسبه له، لكن انت مهم لمشرف التمريض ان هو ينزلك. هتقول لي بس ممكن ما ينزلنيش، هقول لك لو هو محتاج حد هينزلك غصب عنه. ليه؟ لان يا باشا عايز اقول لك ان هو وظيفته كمشرف تمريض يحافظ على العنايه. تمام. يبقى في بالانس في العنايه ما بين الحالات اللي قاعده والمرضى اللي قاعدين ما بين التمريض، فلازم يكون في بالانس ما بين الاثنين. العدد اللي هنا مقابل العدد اللي هنا، يبقى في بالانس ما بينهم وتوازن. تمام. ففكره ان هو تبقى انت تجيله وهو محتاج لك ويرفضك مش هتحصل. ليه؟ لان هو لو رفضك هيضر نفسه. ما هو طالما رفضك هو كده مش محتاج تمريض. طب ماشي، مش محتاج تمريض وانت عندك حالات كتير، فصاحب المستشفى او صاحب المركز هيغلطه هو، اللي هو انت معلش انا معينك كاشراف تمريض، انت هتعمل ايه؟ انت مش وظيفتك ان انت تجيب تمريض وتمشي تمريض على اساس الحالات اللي قاعده. طب ماشي، انت عندك حالات وعندك عجز، هتقول لي ما ممكن يكونوا مش محتاجين. هتعصب منك بصراحة. يعني المهنة بتاعتنا الوحيدة اللي في العالم كله اللي محتاجة. يعني روح اي مستشفى هيقولك تعالى، اي مستشفى يقولك تعالى. يعني انا معلش اشتغلت ازاي في 3؟ يعني اقنعني، اشتغلت ازاي في 3 لو هم مش محتاجين؟ عايز اقول لك انا لو عايز اشتغل في الرابعة وفي الخامسة وفي السادسة واقسمهم على مدار الشهر هشتغل في 6 مستشفيات عادي، عشان في عجز. فحتة ان والله العظيم ده ممكن يكونوا مش محتاجين، يا حبيبي والله محتاجين، احنا محتاجين لك انت، والله في عجز رهيب فوق مما تتخيل. هتشتغل في واحدة واثنين وعشرة وهتزهق من الشغل وهتيجي تقول لي انا زهقت من الشغل. انا بس عايزك تعمل اللي عليك، تروح الاول تتعلم. يبقى كده نلخص الموضوع كله. انت اول خطوة هتعملها انت عارفها، اول خطوة هتروح تتعلم. اروح اتعلم فين يا محمد؟ اروح اتعلم اول حاجة في مستشفى الجامعة. تمام. مستشفى الجامعة بتاعتك، لو رفضتك مستشفى الجامعة روح اي مركز قول لهم انا عايز اتعلم وعايز اتدرب. يبقى انت كده هتروح مستشفى الجامعه 100% هتقبلك. انا بقول لك 100% هتقبلك. هي بس عشان جامعتي انا رديئه اصلا فالموضوع كان عاكك، بس 100% جامعتك انت ايا كانت غير الجامعه بتاعتي هتقبلك. طب ما اتقبلتش يا محمد؟ لا، روح يا باشا ايه، روح اي مركز بره هيرحبوا بيك جدا ان هم يدربوك. قول لهم انا مش عايز فلوس، هيقولوا لك بس انت هتدفع فلوس. ادفع، انا بقول لك ادفع. قالوا لك عايزين 1000 2000 عشان تتدرب عندنا في العنايه، ادفع. وال1000 2000 اللي انت هتدفعهم دول لو مش معاك فلوس استلف. بجد لو مش معاك فلوس تدفع ال2000 في مستشفى خاصة عشان تتعلم، استلفهم. هتقول لي ازاي يعني استلفهم؟ عايز استلف عشان اتعلم؟ هقول لك استلفهم وادخل اتعلم بيهم واطلع هتعمل اضعافهم. هتقول لي ما انا مش ضامن اشتغل، هقول لك مالكش دعوة.
لو ما اشتغلتش تعالى لي وانا هجيب لك شغل. انت متخيل؟ يعني انا بقول لك ايه تاني؟ انا بقول لك لو ما اشتغلتش تعالى لي وانا هجيب لك شغل. فمحتاجين بقى مستشفى يكون مستشفى جامعه، رفضتك زي ما قلت لك تروح مركز. طب خلاص احنا كده اتعلمنا. بعد التعليم بتاعنا نبدا ان احنا نروح للمستشفيات. يعني المستشفيات اللي احنا هنشتغل فيها، تروح بقى لمستشفيات خاصه، اكيد مش هتشتغل في حكومي من غير كارنيه. تمام؟ فهتروح للمستشفيات خاصه. هتعمل ايه في المستشفيات الخاصه؟ هقول لك تعمل ايه. اشرب بس كوبايه الشاي. احنا دلوقتي بقى وصلنا لمرحله ايه؟ وصلنا لمرحله ان احنا خلاص اتدربنا في مستشفى حكومي اللي هي بتاعه الجامعه، او في مستشفى خاصه. نبدا بقى في الخطوات التانيه اللي هو الخطوات الجد اللي احنا هنشتغل عليها. نروح بقى المستشفى نكلم مشرف التمريض. بص الكلمه دي هي المفتاح. ما تروحش تكلم المستشفى، ما تروحش تدخل من باب المستشفى قالوا السلام عليكم انتوا محتاجين هنا تمريض. ما تعملش كده ارجوك، ما تعملش كده، غلط. والله العظيم لو عملت كده ما هتشتغل، اقسم بالله انا بحلف. روح للمشرف، روح للمشرف. انا واحد رحت المستشفيات كتير واترفضت. يا حبيبي اللي قاعد في الاستقبال ده والله لا يفقه شيء اصلا عن اللي فوق ايه فيه. ما يعرفش فوق في كام تمريض، في كام، ما يعرفش. ده اخره ان انت تروح له يديك معلومات عن المستشفى، يديك معلومات عن الحاجات المتاحه حاليا، يحجز لك وخلصنا. لكن هو ما عندوش حته اللي هو انت عندك كام تمريض فوق ولا محتاج. فروح لمشرف التمريض. الكلمه دي والله اللي هيفهمها اللي هيوصل، والله اللي هيفهمها اللي هيوصل. فيبقى انت كده عندك حاجتين مهمين: تروح تتدرب في مستشفى جامعه او في مركز، وبعدها تروح لمشرف التمريض. ما لقيتش شغل والفيديو بتاعك يا محمد فاشل وانا ما وصلتش لحاجه، تعالى كلمني وانا هجيب لك شغل. هقول لك ايه تاني؟ ابعت لي وانا هكلم لك شغل واحط لك التواصل تحت. وعايز اقول لك ان انت لازم تدخل تتابعني على الانستا، تبعت لي طبعا لو عندك اي حاجه، عايز مستشفيات في محافظه معينه تبعت لي، في حاجه انت مش فاهمها تستفسر مني عادي، هتلاقيني برحب بيك جدا. تمام؟ طبعا على التيك توك هنطلع لايفات نتكلم مع بعض، وفيديوهات كتيره الفتره الجايه ملهاش يعني مش مركز بقى في السلسله اللي احنا عملناها بتاعت المخدرات، لا هتبقى فيديوهات بتتكلم اكتر على المايند سيت والشغل، وان انت تبقى ترتقي بحياتك بمعنى اصح. وطبعا انا مش هقول لك اعمل لايك وسبسكرايب، بس انت لو عجبك الفيديو يعني اعمل لايك اعمل لايك وسبسكرايب، مش تخسر اي حاجه، عشان يوصل لك الفيديوهات اللي هتنزل. فيديوهات مفيده جدا هتنزل لك بعدين، فانت لازم تشترك معانا عشان ايه؟ يوصل لك اشعار. وبس كده، دمتم بخير.